تخيل تطلق حملة بتكسر السوق مثل بيبسي حطت أرقام تحت أغطية البيبسي والجائزة مليون بيزو اللي هي عملة الفلبين. تم إعلان الرقم الرابح وفجأة البلد كله طلع يحتفل. ليش؟ لأنه نفس الرقم طلع مع مئات الآلاف. القصة خطوة بخطوة. الشركة بتعتمد نظام يختار أرقام محدودة. النظام أخطأ وأعلن الرقم الخاطئ. 600 ألف شخص تقريبا صاروا رابحين بنفس اللحظة. الشركة بتحاول تطفي الحريق وطرحت تعويض 500 بيزو لكل واحد بيحمل الرقم الرابح. الناس كانت شايفة حالها مستحقة المليون، فصار الصدام، غضب، فوضى، وسمعة عم تنهار. وصارت مظاهرات بالبلد وتكسير وضرب، وتدخلت الشرطة، وفعلا طلعت الحملة بتكسر السوق. بس مو بهالطريقة. السؤال ليش وقعوا؟ وعد ضخم بدون اختبار تقني قاسي، شروط ضعيفة، وما في تصور للسيناريو الأسوأ، اعتذار متأخر، وتعويض ما بيقارب سقف التوقعات. الدرس بطريقتي: التسويق مو فيديو وحماس، التسويق وعد وقدرة على الوفاء. قبل ما تقول حملتنا رح تكسر الدنيا، اسأل حالك: السيستم تبعك بيقدر يتحمل الخطأ قبل الصح؟ شروطك محكمة ومقروءة؟ خطة الطوارئ جاهزة لو الدنيا انقلبت؟ إذا ما كان عندك إجابات واثقة لا تراهن بسمع.